صبري في حديث الذكريات. فريق طيار محمود شاكر عبد المنعم قائد القوات الجوية ونائب وزير الدفاع. الحقيقة احنا اول ما هنبدأ البرنامج هنقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب والقوات الجوية طيبة وفي احسن حال. كل عام وانتم بخير. متشكر جدا. وحضرتك طيب يا فندم. مش عارفة يعني يمكن هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات ستكون مختلفة بعض الشيء. يمكن الاختلاف هنا بيفرضوا عليه ذكرى هذا اليوم المجيد يوم 6 أكتوبر اللي كل عربي وفي كل مكان بيفخر بهذا اليوم المجيد، يوم انتصارنا في 6 أكتوبر. فاحنا بنتصور انه هذا اليوم وذكراه بيفرض نفسه على شكل برنامج حديث الذكريات اليوم، وهنبدأ من ذكريات 6 أكتوبر عند سيادة الفريق. يا ترى أول ما هتبدأ حضرتك هتفتكر لنا إيه وتقول؟ والله احنا كنا في هذه الأيام كانت تكررت قبل 6 أكتوبر أكثر من مرة عمليات رفع أوضاع الاستعداد وتكليف القادة باحتلال مراكز العمليات. وجاء في خلال أكتوبر 73 إن احنا أمرنا برفع أوضاع الاستعداد واحتلال مراكز القيادة، وكان يمكن كان على عدد أو مستوى بسيط جدا يعلم أو في إحساس غريب بأن هذه المرة تختلف عن أي مرة سابقة، ودي كانت طبعا لها أسباب. يمكن لو يعني سمح وقتنا يقدر الإنسان يعلم ليه كان هذا الإحساس في هذه المرة. يا ريت يعني مثلا على سبيل المثال كنا لما بنروح في كل مرة ونستعد بعد فترة من الفترات يقال ان الحلقة رجعت الى عادتها ثانية والى اخره، ولكن كان في هذه المرة لها بعض السمات والاشكال مختلفة. نقول مثلا ان صدرت الاوامر بتعمير بعض صواريخ معينة ما كانتش بيحصل هذا الكلام قبل كده، لأن تعمير هذه الصواريخ إذا ما كانتش تستخدم يركب مفعولها وبتبيع بغالية الثمن يعني. فصدرت مثلا الأوامر بأن تتعمر صواريخ القاذفات بالمواد الفعالة بتاعتها والناس كلها في أماكنها، بالإضافة إلى الإنسان بيرجع بذاكرته إلى ما سبق من إن إحنا عملنا مشروع يكاد يكون طبق أصل من الخطة في الهجوم على العدو أو عمل الضربة الجوية المركزة، بس في اتجاه مش يعني اتجاه مخالف يعني، ولكن بنفس الحجم ونفس النوعية وبنفس الطائرات. كان بيدي نوع او احساس غريب مختلف فعلا عن المرات السابقة، لان كانت الناس وصلت درجة من درجات الى رفع اوضاع الاستعداد واحتلال مراكز العمليات، وبعد ذلك تعود الحالة الى طبيعتها وتكررت مرات ومرات حتى اصبح في بعض المواقف كان فيها نوع من اللامبالاة يعني فيها، او انها هتحصل كما تحصل كل مرة. فطبعا كان في هذه المرة باين عليها انها مختلفة، ده على المستوى العام او مستوى الكثيرين، ولكن احنا بالنسبة لنا احنا كنا كقادة في الصفوف الاولى بالنسبة لهذه المسؤولية كنا عارفين ان الموضوع في هذه المرة عبارة عن خوض يعني معركة شرف لابد من ان احنا ننجح فيها ولابد من ان احنا نحقق الهدف فيها. حضرتك كنت في ذلك الوقت اثناء حرب اكتوبر كنت بتعمل ايه؟
وأنا كنت في ذلك الوقت قائد ثاني للقوات الجوية، كان قائد القوات الجوية النائب حسني مبارك، وكنت أنا قائد ثاني للقوات الجوية في ذلك الوقت في حرب أكتوبر 73. ده الإجابة. لا طب نرجع لذكرياتنا عن يوم 6 أكتوبر. ما هو يومها بقى يعني الحقيقة احنا رحنا الصبح الساعة كام؟ حوالي الساعة 12 كده 11. رحنا حديقة مراكز العمليات، وكان طبعا ساعة الصفر هي الساعة 2 بعد الظهر، أو زي ما بنقول بالتعبير العسكري بتاعنا الساعة 400. فاحنا أذكر في ذلك اليوم كنا صايمين، وطبعا احنا عندنا في القوات الجوية ما بنسمحش للطيارين ان هم يصوموا خالص، ولكن بالنسبة لنا احنا مثلا كقادة بيبقى معدل الطيران بالنسبة لنا او الخطورة فيها اقل، فكنا صايمين فعلا وقعدنا منتظرين الوقت. وكان طبعا وقت يعني ثقيل جدا، لان هو كان بالنسبة لنا احنا في مركز عمليات تحت الارض محصن، نوع من الصمت الرهيب والانتظار الثقيل، ولكن لان في نفس الوقت ده كان كل التشكيلات الجوية وكل القواعد والمطارات في حركة كبيرة للاستعداد بالاخلاع بهذه الاعداد الضخمة من الطيارات والتجهيز منها. فكنا يعني من وقت لاخر نطمئن الى ان الناس جاهزة، وكان يعني مجرد كلمة مقتضبة من كل واحد مننا تمام او موجود في مكانه خلاص، لان كان حتى كنا عندنا عقدة من عملية الكلام كتير في التليفونات والى اخره، فكل واحد كان يقول انا يعني جاهز كويس بتاع، او كان كلمة تشجيع وانتظار. هذه الفترة كانت فترة ثقيلة جدا يعني، الى ان حلت الساعة 2. ساعتها كنت مع سيادة النائب في مكان واحد في هذا اليوم جنب بعض في المركز. واذكر في ذلك الوقت ان الرجل الثالث كان في موضع اخر مركز تبادل، والرجل الرابع في القوات الجوية دفع الى قاعدة جوية فيها عدد ضخم مركز من المقاتلات. يعني احنا كنا 3-4 اوائل، ما كناش في مكان واحد، ولكن متابعين برضه للقادة في مناطق مختلفة وغيرها. حصل بالذات في هذه اللحظة الأولى ان وزعنا نفسنا بهذا الوضع يعني. فكان القائد وقائد ثاني في المركز الرئيسي، وكان رئيس الأركان أو الرجل الثالث في مكان آخر، وكان الرجل الرابع أو كان رئيس العمليات في ذلك الوقت في مكان آخر، حتى يمكن برضه توفيق المناطق المختلفة يعني بنقدر نتفاهم مع بعض بأقل تفاهم ممكن أن نصل لفكرة بعضنا احنا عاوزين ايه، لأن ما كانش برضه الاعتماد على إمكانية المواصلات يعني ما كانتش الإنسان يقدر يطمئن إليها 100% يعني. خصوصا كان برضه تردد لنا عقدة كده الخوف من الاتصالات التليفونية ممكن أن تعرف أو تسمع، خصوصا المحافظة على سرية الخطة وتنفيذها وتحقيق المفاجأة فيها، ما يجبش يكون فيه كلام كتير لا أرضا ولا جوا ولا حاجة، وده اللي تم في وقتها. طب قطعا الساعة 8 على بال المحل كان وقت طويل جدا بالنسبة لسيادتك وسيادة النائب في موقعكم، يعني ازاي هذه الساعات القليلة الطويلة مرت عليكم؟ هو الحقيقة احنا ما رحناش غير حوالي 12 ونص، لكن بقول لحضرتك يعني الإنسان كان في خلال هذه الفترة يعني في التفكير بالنسبة للقوات الجوية ككل، بالنسبة لمصير هيحصل، خصوصا وان احنا كنا خدنا قبل كده معارك، او القوات الجوية يعني دخلت في معارك قبل كده كثيرة، يعني كانت النتيجة النهائية او بالنسبة للقوات المسلحة ككل لم يتحقق لها النجاح، بل بالعكس في بعض المعارك او المواقف اللي قبل كده
ظهر ان القوات الجوية ضربت في الدقائق الاولى وخرجت من المعركة. فيعني عاوز اقول ان كان في حرب زي كده هينظر نظرة كبيرة جدا بالنسبة للقوات الجوية في هذه المعركة الحقيقة. لان والله حتى الخبير في الحرب ما يعلم اذا كانت القوات الجوية فعلا هي السبب الاول وبعدين هي السبب الرئيسي فيما بعد وهي سبب الكارثة كلها، او هي فعلا لا في هذا الموضوع. لكن قيل هذا الكلام في حروب سابقة وكانت الصورة النفسية اللي لدى رجل الشارع ولدى الجميع والعقيدة اللي ورزت في دماغ كل واحد ان يعني كان حملت قميص عثمان حقيقة، وهي كانت المسؤولة عن هذا الموضوع في سنين طويلة وتحملت وزر الهزيمة والعبء بالكامل. وإن كان حقيقة يشاركها في هذا الموضوع كثير من القوات أو غيرها، ولكن كان رجل الشارع في ذلك الوقت يفهم أن القوات الجوية هي السبب في كل هزيمة للبلد. فيعني الخواطر كانت كثيرة، وبعدين الإنسان في خواطره بينحرف إلى الاستعداد اللي احنا عملناه والتعب اللي احنا تعبناه، وبعدين الواحد يرجع لربنا في لحظة زي كده ان احنا الحقيقة كنا بذلنا جهود وعملنا عمل سنين وسنين قبلها ضخمة في القوات الجوية وصيام، والواحد بقى بيرجع لربنا في مثل هذه الظروف لان برضه احنا عملنا بعيننا والباقي على الله يعني. فاتت فعلا اوقات من وقت لاخر يتخللها بعض الكلمات او الكلمات المقتضبة اللي يفهم منها ان فلان في مكان وفلان كويس فلان كذا في تشكيله، مجرد كلمة مقتضبة ما تعرفش ازاي حضرتك يعني بنحاول نتكلم في اي شيء كان يمضي الوقت الى ان حلت ساعة الصفر. ولما جت الساعة 2 ما بيحصلش عادة في كلام او اوامر ولا حاجة لان كل واحد واخد ساعة الصفر. فساعة الصفر معناها انطلاق هذه التشكيلات الى اهداف. وطبعا كان الانسان قاعد بيقدر بعقله مدى الدقائق التي يمكن ان تلزم لكل تشكيل للوصول الى هدفه، واتفرشت قدامنا الخرائط والجداول اللي بتحدد سير التشكيلات الجوية ومكان تواجد كل تشكيل لحظة بلحظة للوصول إلى أهداف. فكان هناك صمت مطبق، والإنسان بصنعه مكان على كل تشكيل في مكانه في أثناء توجهه لسيناء واختراقه للقناة والوصول إلى أهداف. وكل هذا ومفيش حد يتكلم خالص لأنه كان ممنوع، يعني في صمت لاسلكي ما بين الطائرات وبعضها وبين الطائرات والأرض وبين مراكز العمال، كل ده في صمت. طب كانت بتوصل لكم أخبار النجاحات ازاي؟ أو إلى أن يحل اللحظة أو الزمن اللي فيه افتراض أن هذا تشكيل وصل لهدف أو هذا السرب وصل لمكانه أو هذا السرب وصل لمكانه، ده كله بالحساب الزمني فقط. نحن لا نعلم أكثر من أن كل إنسان أقلع في وقته فعلا، ما حدش أقلع عنه. وطبعا كانت وضعت على أساس أن كل هذه التشكيلات بنوعياتها المختلفة من قاذفات مقاتلات قذفة أنواع مختلفة من الطائرات، كل ده رايح ليخترق القناة في لحظة واحدة بغض النظر عن الموقع أو المطار اللي طالع منه. فكل واحد محسوب قيامه بشرط ان الكل هيكتسب وقت، حتى ان الناس العدو لما يجي يكتشف طيارة ولا بالنظر ما يبقاش في واحد بلغ قبل التاني او واحد كذب. هيحصل ان فعلا على هذه الجبهة الممتدة مثلا من بورسعيد فما فوق الى السويس فما تحت، كل الناس اللي هي نقط المراقبة بالنظر لهم حتى لو بلغوا باللاسلكي هيبلغوا مع بعض.
فما هيقدرش يركز على حاجة ويسيب حاجة، وفي نفس الوقت ما يقدرش يوجه مقدماته على ناحية أو ناحية، أو يستعد بوسائل الدفاع الجوي شيء. وده كان نجاح الموضوع إن هي عبارة عن ضربة مركزة قوية وفي نفس الوقت. أما لو كل واحد طلع من مكانه وطلع لوحده ودخل منفرد، ممكن أن ينفرد ضربة بيه أو يركز دفاعاته عليه. يعني دي كانت من ضمن نجاح الخطة الجوية. ما هو ده الحقيقة يعني الخطة لها عناصر ويعني احكام في حاجات كثيرة جدا. دي حاجة يعني من ضمن الحاجات. فاحنا كنا بالحساب ايدنا كده او صلعنا على الحاجة، اهو مجرد دلوقتي ماذا حدث؟ يعني يا ترى ايه اللي حدث؟ وبعدين اللي ترى الانسان مثلا خواطر بالناس على درجة عالية من الاستعداد ومقاتلات وصواريخ ولهم دفاعاتهم، ويعني عملوا من الدعاية النفسية والعسكرية ما يجعل أن هناك استحالة في أن أي مخلوق يقترب منهم، وكما عهدناهم يقظين هم كانوا. فمعنى هذا أن زمان أقلعت بقى مقاتلات وغيرها، وإحنا متوقعين أو متصورين هذا يحدث يعني. وبعدين اللحظات الأثقل منها اللحظات المفترض فيها عودة هذه الطائرات بالحساب يعني، خصوصا إذا علمنا أن احنا كناس قاعدين في مراكز العمليات وجميع محطات الرادار في الدولة فتحت بتشتغل بتكشف أي هدف جوي، ومفيش باين حاجة خالص إطلاقا قدامنا على شاشات أو على أي معلومات، لأن الطيران منخفض جدا فمش جاي على الرادار خالص. فإذا احنا كل تقديرنا كقادة عبارة عن عملية انتظار نتيجة حسابات. عند ما جات اللحظة اللي فيها توقع وصول الطائرات عائدة فابتدأنا نتلقى بلاغات بوصول تشكيلات بقى. طبعا هنا بقى في عملية عودة الطائرات ما بترجعش كلها زي بعضها زي ما طلعت كلها مع بعضها، لأن هم كلهم دخلوا مع بعض، اللي ضرب بعمق واللي ضرب على غير عمق، واللي راجع لقاعدة قريبة من الجبهة واللي راجع لقاعدة بعيدة عن الجبهة. فإذا في الوصول بقى وهم راجعين مش هيكونوا زي بعض. فابتدأنا نتلقى تباعا تمامات عن وصول التشكيلات وهي عائدة. بالتالي طبعا كان فيها نوع من الانفعال الوجدان، انفعال كبير، لأن حاجة زي كده طيب دول وصلوا بالنتيجة، ما هي ايه النتيجة يعني؟ احنا مطلعين يعني ضربة فوق 200 طيارة، طب ايه اللي حصل وايه اللي رجع؟ فابتدأنا يعني خدنا استمرنا فيها دقائق كانت قاسية جدا، إلى أن ابتدأت تنزل الطيارات كلها وتجمعت في قواعدها المختلفة، وبدأنا إن احنا نتلقى التمامات، والحمد لله يعني كانت نتيجة مشرفة. ربنا فعلا كان معانا فيها في هذه اللحظات.